دلوقتي لما هنيجي نعالج شعرنا وانا كتبت لك سبراي، هتحطي السبراي ازاي؟ انا هديكي السبراي اهو. تمام، اتفضلي وريني هتحطي السبراي ازاي، هتستخدميه ازاي على شعرك، وهتستخدميه على قدام ولا هتستخدميه قدام وورا، ولا هتعملي ايه بالظبط، وهتبخي منه ازاي؟ يعني انا يوجوالي بستخدمه الاماكن الفاضيه، يعني مثلا بمعنى يعني ورينا انت هتحطي ازاي. مثلا ممكن احط هنا تمام هنا هنا ورا في الحته دي. تمام بس طيب بصي بقى، عشان الطريقه دي مش مظبوطه، بصي بقى انا المفروض اعمل ايه؟ انا اوريدي عندي هنا ضعيف. طبعا انا كل شغلي يا جماعه اصلا في المقدمه. تمام، يعني انا كل العلاج هنا ولغايه هنا، يعني كل دي المقدمه بتاعتي. دايما اشمعنى انا بحط التريتمنت بتاعي او العلاج بتاعي في المقدمه؟ عشان انا عندي كل الريسبتورز في المقدمه، عندي كل الهرمونز اللي بتاثر في المقدمه. لكن ورا عمركم حد شفتوا حد بصيلات ورا مش موجوده؟ حتى في الرجال الناس اللي بتبقى عندها صلع وراثي لازم بيبقى محتفظ بالجزء اللي ورا، زي ما بقول لكم ده لا بيأثر فيه لا جين ولا هرمونز ولا اي حاجه خالص، ولا في ريسبتورز اصلا تشتغل على سواء الصلع او تلج افلويوم او اي نوع من انواع ضعف الشعر. اوكي، فاحنا عشان نحط صح انا هعمل ايه؟ انا هحط هنا 1 2، هفرد شعري هنا واحط 1 2، وبعدين الناحيه الثانيه هحط كده برضو 1 2، وبعد كده هقوم مدلكه في فروه راسي. انا ده